ازيكم، اهلا بيكم في الفيديو ده. احنا هنكون في جامعه غازي عنتاب، هناخد راي الطلاب اللي بيدرسوا في الجامعه هنا ونعرف الطلاب دول اتقبلوا في التخصص بتاعهم من الثانويه ولا من اليوس، وايه رايهم بشكل عام في التخصص اللي هم بيدرسوه. دلوقتي احنا في مدخل الجامعه، المفروض ان احنا هندور على اي طالب بحيث نشوف الطالب ده اتقبل ازاي وايه التخصص اللي هو بيدرسه، ويشرح لنا التفاصيل. هل هو شايف ايجابيات ايه هنا وسلبيات ايه هنا. محمد رمضان، هندسة طيران من سوريا. يوسف سليمان من فلسطين، وبدرس هندسة ميكانيكا سنة ثانية. بدرس هنا تخصص كهرباء والكترونيات، هندسة كهرباء والكترونيات. في هندسة عمارة 70% جاي. معك أحمد عادل من مصر، بدرس هنا تعويضات سنية. أنا هون تخصصي ميكانيكال انجينيرينج بدفعة 2013 اللي هي أول شهادة يوس لجامعة عنتاب. أنا بدرس هون تخصص إسعافات أولية اللي هو طب طوارئ. محمد أسد من سوريا من حلب، تخصص هندسة كهرباء والكترون. انت قدمت بشهاده الثانويه ولا انت درست يوس؟ قدمت بالسات بالسات. طب كان مجموعك ايه في السات بشكل عام؟ 1300 من كام؟ 1600. قدم بشهادة الثانوي وكان مجموعي 99.48. طيب ممكن اعرف المجموع كان كام؟ 99 فاصلة مش فاكر بقى، فاصلة حاجة 20 تقريبا. حلو. أنا بلشت من سنتين وهلا أنا سنة تانية، يعني هو تخصص حلو. هو انت في الاول لما دخلت ما درستش سنه لغه، دخلت على التخصص على طول صح؟ انت بتدرس بالانجليزي. بعد ما تعرفنا على باقي الهندسات من شباب الجامعة، شايف إنه هندسة طيران أحسن هندسة بالدراسة. مجال الشغل بعد التخرج جميل جدا صراحة، بيفتح كتير مجالات، ودراستنا سهلة، يعني مواد المنهاج تبعنا أسهل من الهندسات يعني، وواحد بيتعود عليها. في نظري دي أحسن ميزة اللي هو العمل الجماعي بين الشباب، يعني بتعودك يعني على العمل الجماعي من السمستر الأول لحد ما تتخرج، فبعدين وأنت بتشتغل أكيد حتكون شغلك حيكون عبارة عن جروبات. أيوة. تمام، فبالضبط حتتعود على الموضوع ده، الموضوع بيكون لك ايزي جدا. أنا كنت بشتغل قبل ما أبدأ أدرس، فاخترته عن حب. أنا كنت بدي هندسة الميكانيكا. ايوه. الميزات الموجودة فيه طبعا هندسة الميكانيكا بتفتح لك كثير مجالات. كأنه عن تخصص هندسة الميكانيك اللي هو بيعتبر من التخصصات الرائعة، أو أول كلية انفتحت في جامعة غازي عنتاب هي كلية هندسة الميكانيك، بعدين اشتق منها كل الأفرع الثانية، المدني والكهرباء إلى آخره، ضمن الحرم الجامعي في غازي عنتاب. بشكل عام التخصص اللي انت بتدرسه شايف ان هو كويس؟ ايه الميزات اللي انت شايفها وايه العيوب اللي انت شايفها؟ تنصح بيه حد لو حد حابب يقدم عليه ولا لا؟ بالنسبة للتخصص أنا عاجبني جدا، يعني التخصص هو هندسة كهرباء والكترونيات. فأنت عندك مجالين، وكمان مجال الكوميونيكيشن اللي هو الاتصالات والمعلومات. لما أنت بتتخرج ممكن انك تاخد خبره سنه سنتين وبعدين تتخصص في مجال منهم، فانت مش محصور في كهرباء بس او الكترونيات بس، لا انت عندك مجالات كتيره ممكن تشتغل فيها. ثانيه يعني التخصص له مستقبل جامد جدا، مستقبله عظيم. يعني انت بتتكلم في الطاقه المتجدده، بتتكلم في الالكترونيات، بتتكلم في الكوميونيكيشن، الرادارات، الحاجات دي كلها، كل دي ليها مستقبل. يعني احنا لسه بادئين فيها من 20 30 سنه بس. أنا بدرس تعويضات سنية. الإيجابيات في التخصص إن التخصص مدته قليلة، دي أول حاجة. إن أنت لما تيجي مثلا تخلص التخصص كده ليه شغل يعني على طول، أول ما تخلص تخصص من هنا بتبدأ تشتغل على طول. شايف في اي سلبيه موجوده في التخصص اللي هي تمنع انك ممكن لو رجع بيك الوقت ما تدرسوش تاني؟ زي ما بيحب الهندسة لا يفوتها، والرياضيات والفيزياء كل شيء بتاعنا بالهندسة. ما بقدر أفكر لك صراحة بكثير عيوب، ولكن خلينا نقول التخصص صعب ومحتاج تشد حيلك فيه. طبعا التخصص يعتمد اعتماد اساسي على الكالكولس او الرياضيات، والفيزيكس واحد اللي هي المختصه بالحركه اكثر شيء. اذا ما كان عنده النيه انه يشد حيله في هاي المجالات، بفضل يبعد عن هندسه الميكانيكا ويمكن يروح مجال اخر. سلبيات بقى ان التخصص صعب شويه. تمام، بالنسبه لي هل هو صعب؟ لا، هو متوسط يعتبر، لكن هو بالنسبه للهندسات هو من اصعب التخصصات. غير كده هو المفروض ان هو 100% بالانجليزي، لكن يعني الماجوريتي انتوا عارفين اتراك وكده، فالدكاتره بعض الاحيان بيشرحوا بالتركي. غير كده التواصل مع اصحابك بيكون اصحابك الاتراك يعني بيكون شويه صعب. أيوة. فانا انصح انك تاخد A1 A2 مثلا مستوى لغه تركي عشان تقدر تتواصل بس مع الناس، تسالهم عن ملازم، اختبارات كده يعني. بالنسبة لعيوب الفرع، بالنسبة لي انه لازم يكون واحد يكون بالرياضة شاطر كتير، وبالفيزياء لازم يكون متعمق بشكل عام بالمفاهيم الأساسية، وبنفس الوقت لازم يحتاج لجهد ومثابرة دائمة. يعني أنا بالنسبة لي بعتبره هو المرتبة الثانية بعد دراسة الطب،
هذا بالنسبه لرايي يعني، فبختلف اكيد من راي من شخص لاخر يعني. لا، السلبيات اللي هي ممكن نعتبرها لاشخاص اللي ما بيحكوا لغتين. نحن اللغه عندنا اياها، لغه التدريس هي انجليزي باللغه الانجليزيه، بس في بالاضافه انه الدكاتره، بعض الدكاتره عندهم هن اشخاص ضليعين بالهندسه، لكن ليسوا ضليعين باللغه الانجليزيه. فممكن الاشخاص اللي ما بتعرف لغتين في افكار صعبه، خصوصا نحن المجتمع كله تركي، فده يحاول يوصل للاغلبيه التركيه باللهجه تبعيتهم. ممكن تضيع افكار الطب، افكار بسبب انه ما موجود عندهم هي اللغتين. انا بنصح الطالب الاجنبي انه اول ما يدخل هذا انجلش يدخل التركي كمان، مشان لما يبلش الفرع يكون قادر على استيعاب المعلومه باللغتين. هو قال كلام مهم لان كذا حد كمان قال على النقطه دي، فالموضوع ده مهم. طيب انت كنت مقبول بالثانويه ولا درست يوس؟ أنا درست يوز ودخلت امتحان جامعة عنتاب لليوز، جبت فيه 66%. وانقبلت حتى بغير جامعات كمان، يطلع لي غير أفرع مثلا مثل التمريض، بس ما رحت عليها لأن اخترت تخصصي وكنت حابه يعني. أنا حاليا بسنة تانية آخر فصل إلي. طيب يعني انت عندك خبره في التخصص تقدر تنقلها للشخص طبعاً. اللي لو حابب يقدم على نفس التخصص ده. نعم. هلا تخصصنا بيختلف كتير من جامعة لأخرى حسب كادر التعليم طبعا. يعني هو تخصصنا كمان بيعتمد كتير على التعليم العملي الصراحة أكتر من نظري، لأن تخصصنا نحن بما أنه طب طوارئ وأكتر الشغلات أنه بنكون مع المرضى وجه لوجه، انه ما بنكون داخل المشفى، فلازم نعرف نتعامل مع الناس كتير ولازم نعرف نكون ايش عم نساوي. فاللي بنصح الطلاب مثلا اللي بدهم يسجلوا يبحثوا عن الجامعة والكادر التعليمي والتعليم فيها شلون بيكون، وبعدين يختاروا الجامعة. مثل ما حكيت انه بختلف كتير من جامعة لجامعة كادر التعليم. طيب انت دلوقتي في اخر سنه صح؟ نعم. وبتدرس التخصص بتاعك سنتين مش 4 سنين. نعم. طيب ايه الفرق ما بين التخصص ده يبقى سنتين او 4 سنين، وهل ده بيأثر بعدين في انك تلاقي شغل او انك تشتغل ولا ما بيفرقش كتير؟ هلا بالنسبة لفرعنا يعني فرص عمله كتيرة عند الدولة، طبعا بيكون رواتبهم أحسن بكتير من إنه تشتغل بمكان خاص. بس أنا بما إنه هلا ما معي جنسية، بحسن بشتغل بالمنظمات مثلا، بحسن بشتغل بمشافي خاصة، في له كتير مثلا فرص عمل، بس الراتب طبعا بيكون أقل من إنه تشتغل عند الدولة. طيب بالنسبه لو هنتكلم على موضوع الراتب ده، لو انت مثلا خريج تخصص سنتين ونفس التخصص ده انت مخلصه 4 سنين، اكيد طبعا بيختلف السعر شويه او طبعا الراتب اللي بتاخده. بيختلف يعني، فيه فرق بسيط طبعا. اللي بيكون دارس 4 سنين بياخد شهادة الليسانس، بتكون مثلا راتبه اعلى من الليسانس نحن اللي عم ندرسه سنتين يعني. بكون حتى فرص العمل يعني موهل كتير، يعني بتفرق كتير. كمان الفرع انه فيه فرص عمل جيدة، بس انه الراتب بيختلف شوي يعني. مثلا ممكن تدينا يعني تقريبا انا بعرف ناس بيشتغلوا بفرعنا تقريبا بياخذوا في الشهر، هن طبعا شغالين عند الدولة مو بمكان خاص. تقريبا بياخذوا معهم الجنسية. نعم. بياخذوا مثلا من 40 لل 45. تختلف مثلا، في كمان عندك ساعات مناوبة إذا حبيت تشتغل زيادة مثلا، فيمكن هذا يزيدوا لك على الراتب. يعني 40 أو 45 دول الليرة التركي طبعا. نعم طبعا. ولو أنت هتشتغل بتخصصك أنت، يعني أنت اتخرجت بقى، هم دول 4 سنين المفروض صح؟ هدول السنتين اللي نفس تخصصي. ايوه اللي 4 سنين فحسب يمكن يوصل لل50 مثلا، ما في فرق كتير بيناتهم يعني، من 7000 لل10 او 5 حسب يعني. ايوه. طيب ايه التخصص اللي انت بتدرسه ومجموعك كان كام في الشهاده؟ انا بدرس تعويضات سنيه، ومجموعي كان بشهاده سعوديه سنويه، مجموعي كان 86%. طيب انت درست يوس ولا دخلت على التخصص بالشهاده على طول؟ لا، على التخصص بشهاده ثانويه على طول. الايجابيات في التخصص ان التخصص مدته قليله، دي اول حاجه. ان انت لما تيجي مثلا تخلص التخصص كده ليه شغل يعني على طول، اول ما تخلص تخصص من هنا بتبدا تشتغل على طول، فهو مش محتاج مده خبره وبتاع. التخصص اول ما تخلصه على طول، يعني مثلا فكره التخصص بكل بساطه اللي هو ادوات الاسنان. لما يجي مريض لدكتور الاسنان بيحتاج يعمل تلبيسه ادوات وكده، بتروح هي المخبر بتاعنا احنا بنعمل التلبيسات، بنعمل التقويم، بنعمل الحاجات دي بالظبط. سلبيات التخصص هي حاجه واحده بس، اللي هي ان انت بتدرسها بلغه غير لغتك. لو كان التخصص باللغه الانجليزيه او العربيه بيبقى افضل بكتير. وبكده الفيديو النهارده يبقى خلص. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه علشان تشوف الفيديوهات